بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. دور العلماء وواجبهم في دعم قضية تركستان الشرقية. إن العلماء المسلمين اليوم مطالبون بدور كبير في دعم قضية تركستان الشرقية، وبيان أن المشروع الصيني لا يرمي إلى تركستان الشرقية وحدها بل يهدد الأمة بأسرها، فالخطر يطال الجميع. إن مواجهة المشروع الصيني المتعدد الأذرع لتقويض الشعب الإيغوري تتطلب عملاً دؤوباً من الأمة على الأصعدة كافة، اقتصادياً وثقافياً وسياسياً وإعلامياً واجتماعياً، وهذا لا يتأتى إلا بتضافر الجهود وتوحيد الصفوف ومشاركة علماء الأمة ومفكريها وقواها الحية في هذه المعركة. يقول الله عز وجل: وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فالقضية التحريضية التي يقوم بها العلماء هي قضية محورية في هذه المسألة. إن هذا التحريض من قبل علماء الأمة للمؤمنين لكف بأس الأعداء في الصين تجاه شعب الإيغور المسلمين يتجلى في ثلاثة ميادين: الميدان الشعبي، الميدان الرسمي، الميدان الدولي. أولاً، دور علماء المسلمين في الميدان الشعبي في ظل واقع عجز الحكومات ووهنها والاستكبار الصيني والتجاهل العالمي، يمكن لعلماء المسلمين أن يقوموا بدور مهم يتضمن التوعية بالأمور الآتية: 1. الموقف من قضية شعب الإيغور وأرض تركستان الشرقية وتثبيت خيار المقاومة والجهاد بشتى صوره وأشكاله. 2. استصدار فتوى لكل علماء المسلمين يوقعون عليها، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، يوضحون فيها أن أرض تركستان الشرقية هي أرض محتلة، وتقوم الفتوى أيضاً بدحض فرية الحق التاريخي للصين في تركستان الشرقية، لأن تركستان أرض إسلامية تاريخاً وواقعاً، حتى لا يلتبس على كثير من الناس أمر الصراع بين الحكومة الصينية والمسلمين الإيغور، وذلك من تأثير الآلة الإعلامية الصينية، لدرجة أن بعضهم يصدق أن للصين حقاً تاريخياً وأن الإيغور مجرد شعب متمرد. 3. الموقف من المشروع الصيني في التطهير العرقي لمسلمي الإيغور، وذلك أولاً بفضح الحكومة الصينية من خلال الوثائق سياسياً وإعلامياً، وهذا يتطلب تعاوناً بين الروابط والهيئات العلمائية في تبادل المعلومات والتواصل في هذا الصدد مع اتحاد علماء تركستان الشرقية. ولتنظيم هذا الاتصال عملياً لا بد من تعيين عالم في كل هيئة أو رابطة. لا بأس أن هذا العالم يشكل لجنة من آخرين معه يكون منوطاً به مهمة المتابعة من خلال الاتصال المستمر باتحاد علماء تركستان الشرقية. وهنا لا بد اتحاد علماء تركستان الشرقية أن يضع هذا في الاعتبار للتواصل مع هذه الهيئات واختيار شخص من كل هيئة للتواصل في هذا الصدد. تخصيص يوم سنوي، وهذا موجود، اليوم السنوي لمأساة شعب الإيغور، يتم فيه استدعاء الإعلام المحلي والعالمي
لتناول المعلومات عن آخر تطورات الأوضاع والمستجدات. ثانيا مواجهة المشروع الإجرامي الصيني في تجريف الشعب المسلم في تركستان الشرقية من خلال الدراسات، الندوات، خطب الجمعة، مشاركة العلماء في القنوات والمنصات الإعلامية المختلفة باللغات المتعددة وغير ذلك. إن على علماء المسلمين أن يحافظوا على جذوة التماسك لشعب الإيغور ويعينوه على مقاومة كل سعي نحو التسليم للحكومة الصينية لما تقوم به تجاه المسلمين، وذلك أولا دعوة الشعوب لمقاطعة الصين اقتصاديا، وذلك بمقاطعة السلع والبضائع، وواجبنا ألا نعينهم على ما يفعلون، وكذلك الشركات التي تقف من خلفها. الدعوة إلى وقف التعامل مع الصين دبلوماسيا وتجاريا وثقافيا ونحو ذلك. بيان حكم السفر إلى الصين مما يكون عونا لها على عدوانها. مقاومة الغزو الثقافي للصين في تركستان الشرقية ومقاومة سياساتها لتدمير الدين والأخلاق في شعب الإيغور، وخاصة التغيير التربوي وما يتضمنه من تغيير المناهج التعليمية ومقاومة كل محاولة لاختراق العقل الإيغوري الإسلامي. يجدر بالعلماء الاطلاع بالمهام التالية لاستكمال هذه المهمة التحريضية. 1. تعبئة الشعوب الإسلامية حول القضية الإيغورية وربطها بالأمة الإسلامية، والتركيز بشكل خاص على أوضاع المعتقلين من الرجال والنساء والأطفال، ومتابعة الأحداث الطارئة الهامة على الساحة الإيغورية لمناصرة قضية تركستان الشرقية. 2. العمل على المحافظة على الجهود المبذولة من قبل علماء الإيغور ومثقفيها ومفكريها للجهاد والنضال لقضية شعب الإيغور. 3. السعي لإيجاد مؤسسات الدعم كجمعيات المناصرة للشعب الإيغوري. ماذا أعني بكلمة جمعيات المناصرة؟ هنالك حاجة إلى جمعيات شعبية تحت عنوان الجمعية الشعبية لمناصرة تركستان الشرقية. نحن قمنا بهذه التجربة في السودان. نحن طبعا تعلمون في السودان على حدود مع إفريقيا الوسطى. مسلمو إفريقيا الوسطى تعرضوا لعدد هائل من المذابح، وللأسف جيرانهم لا يعرفون عنهم. فقمنا بمبادرة في السودان قبل 10 سنوات بعنوان الهيئة الشعبية لمناصرة مسلمي إفريقيا الوسطى، وجعلنا على رأس هذه الحملة الشعبية أستاذنا الأستاذ الفاتح حسنين، نسأل الله تعالى أن يشفيه ويعافيه. ويعني أدخلنا في هذه الهيئة عددا من وجهاء البلد ومن العلماء والمفكرين، وأقمنا ندوات ومعارض نشرح فيها ما يحدث في إفريقيا الوسطى. فإذا إذا كانت البلدان خاصة المجاورة المعنية بالذات بهذه المأساة، لا بد من تشكيل هيئات شعبية لمناصرة القضية الإيغورية. حث الشعوب على تقديم الدعم المادي والمعنوي لقضية تركستان الشرقية وجمع الإمكانيات لتعزيز صمود الشعب الإيغوري. 5. السعي لحشد الكفاءات والطاقات السياسية والإعلامية لدعم قضية الإيغور في الجانب السياسي والإعلامي، وذلك بالتعبير بمختلف الوسائل الممكنة عن معارضة الخطوات التي تستهدف تصفية القضية الإيغورية والتفريط بحقوقها. وفي الجانب الإغاثي دعم وكفالة عائلات الشهداء والمعتقلين، ودعم مشاريع الإبقاء على الأسر، دعم مشاريع الإبقاء على الأسر الإيغورية داخل الأرض المحتلة، وتأكيد مشروعية جهادها ومقاومتها للاحتلال الصيني، ومواجهة محاولات إلصاق تهمة الإرهاب بالناشطين السياسيين والإعلاميين في الداخل والخارج. أختم بكلمة يسيرة عن دور علماء المسلمين على الصعيد الرسمي. لا بد من صياغة خطاب إسلامي موحد، خطاب إسلامي موحد
لعلماء الأمة ينهض بالموجهات التالية إزاء المؤسسات الرسمية الحكومية. أولا، إقناع الحكومات في بلداننا بضرورة مواجهة الحكومة الصينية. إقناع الحكومات في بلداننا بضرورة مواجهة الحكومة الصينية وتوضيح عدم جدوى التغاضي والسكوت عن جرائمها تجاه شعب الإيغور، سيما وقد تكشفت الحقيقة العدوانية والتوسعية المتعنتة للصين في تركستان الشرقية. ثانيا، العمل على إنهاء القطيعة بين التجمع السياسي للإيغور وبين الأنظمة الحاكمة وشعوبها لتحقيق وحدة الجبهة الداخلية لتجسيد الأخوة الإسلامية. اليوم الأنظمة تأبى أن تستقبل الناشطين والمسؤولين عن قضية الأوغور. لا بد أن نسعى إلى إنهاء هذه القطيعة بين هذه الحكومات وبين التجمع الإيغوري في مختلف المستويات. وهنا لا بد من الحذر والبعد عن المصطلحات التي تسيء إلى المقاومة الإيغورية وتصفها بالتمرد والإرهاب، متجاهلة أنها هي ضحية إرهاب الدولة، وأن حقها مشروع في الدفاع عن النفس ورفع الظلم واسترداد الحقوق. وفي الميدان الدولي لا بد للعلماء في بلدانهم أن يحثوا حكوماتهم لدعوة منظمة التعاون الإسلامي إلى إعطاء القضية الإيغورية حقها في أولويات التناصر والتعاضد بين شعوب الأمة الإسلامية، والعمل على إدراج القضية الإيغورية ضمن مناهج التعليم في عالمنا الإسلامي حتى تقف الأجيال على حقيقة ما يجري هنالك. فلا ينبغي أن ننسى هذه القضية لهذا الشعب المظلوم. ثمة تحديات تعرض لاتحاد علماء تركستان الشرقية، أنوه إليها. أولا، تحديد رؤية واحدة للقضية الإيغورية بعيدا عن التضارب والتنازع. لا بد لاتحاد علماء تركستان الشرقية أن يحدد لنا، نحن من ورائهم، نحن جنود معهم إن شاء الله، أن يحددوا رؤية واضحة بعيدا عن التضارب والتنازع. ليس بالضرورة لهذه الرؤية الاستراتيجية أن تعلن في كل جوانبها، يمكنها أن تتجزأ إلى خطوات تكتيكية لا بأس، لكن لا بد من رؤية موحدة. التحدي الثاني، العمل على جمع العلماء والدعاة وطلبة العلم من الإيغور رغم اختلاف مشاربهم وجماعاتهم. هذا تحدي كبير يتطلب جهدا منهم في هذا التجميع وهذا التوحيد إن شاء الله تعالى. لا بد أخيرا لإخواننا في اتحاد علماء تركستان الشرقية من الاستفادة من تجربة الهيئات المماثلة، وأخص بالذكر هيئة علماء فلسطين للتشابه. هنا أرض محتلة وهنا أرض محتلة. هيئة علماء فلسطين ومعنا الدكتور نواف أمكنها في السنوات الأخيرة أن تثبت جدارتها في إمكانية قيادة العلماء للقضايا الكبرى في هذه الأمة وعلى رأسها قضية فلسطين. فهذه الهيئة قامت بأعمال كبيرة، يعني ينبغي أن نستفيد من الخطوات التي خطتها هيئة علماء فلسطين. كيف استطاعت هذه الهيئة أنها في الآونة الأخيرة أن تجمع علماء الأمة لتحشيدها خلف القضية الفلسطينية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لطاعته وأن يجعلنا جنودا في سبيله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.